يا جماعة أنا هنا في منطقة وينوود في ميامي. المنطقة هذه اللي كانت قبل 2009 واحدة من المناطق المهجورة بسبب أن المنطقة هذه كانت عبارة عن مصانع ومستودعات مهجورة. وعام 2009 جاء رجل أعمال اسمه توني جولدمان وفكر وقال إنه لازم يحول المنطقة هذه إلى منطقة سياحية أو إنه يغير الطابع اللي فيها، لأن الطابع اللي فيها كانت منطقة مهجورة ما حد يجيها. وبدأ البياعين يتجمعوا فيها عشان يمارسوا هوايتهم في البيع والاشياء الممنوعه يسوونها في المنطقه هذه بسبب انها مهجوره. المهم انه قرر انه يحولها لواحده من الاشياء اللي الامريكان انفسهم يحبونها، وهو فن الرسم على الجدران المعروف عند الامريكان بفن الجرافيتي. ولكن الشخص هذا توني جولدمان خلال سنتين فقط حول المنطقه هذه من منطقه عاديه ما حد يروحها ومنطقه لتجمع البياعين الى واحده من اهم وافضل المناطق السياحيه في ميامي. وهذا دليل على ان الانسان لو شغل مخه يحول الاشياء اللي ما لها فائدة الأشياء لها فائدة، يقدر يسوي الشيء ذا. من الأشياء اللي لازم تعرفها يا صديقي إن رسوم الدخول للمكان هذا $12 للشخص الواحد، وطبعا في خصم للأطفال وخصم للمدرسين واللي شاركوا في الحروب واللي شغالين في الجيش والأشياء حق الأمريكان، الأفلام دي حق الأمريكان. المهم $12 يا صديقي. أول شيء بتشوفه قدامك أول ما تطلع من الباب هذا الشيء. الله يا جماعة الأشكال ذي مع الغيوم الله حكاية أخرى، حكاية عالم آخر. هذا يا صديقي من الأشياء اللي تشوفها على البوابة أول ما تدخل، تشوف الأشياء ذي اللي قلنا تدل على ميامي وتشوف ذا The future is written، يعني المستقبل قد كتب المستقبل، يعني المستقبل خلاص تم كتابته وكذا. هنا حاط لك بيس وما بيس وكذا. وهذا توني جولدمان صاحب الفكرة. ثانك يو توني. حاطي لك يا جماعة قطار. القطار هذا شيء مهم لأنه يرمز مو بس لنيويورك، هذا واحدة من أشهر وسائل المواصلات في أمريكا. والله يا جماعة دي مرة عجبتني كان يسوق سيارة، يعني أنت حققت نجاح وكذا. فهمتوا؟ شوفوا الأشكال هذه ترى بأسعار، هذه أعمال تشكيلية أصحابها عارضينها للبيع. شوفوا هذا بكم؟ 38,000. هذا ذا ثينكر، هذا اللي يفكر 5675. يعني تشتري لك واحد يجيب لك الهم. شوف الرسومات دي للجدران 17,000. هذه أسعارها 9,000 وشو 9,500. يا جماعة كل رسمة هنا في المكان هذا كل جدار له قصة. وهذا الزر الأشهر هنا اللي هو ريست. طبعا الناس كلهم كل واحد يجيب ولده، يجيب زوجته، يجيب حبيبته، تجيب زوجها، ينطوا هنا. يمكن يقول لك انه بيسوي ريست للعالم. وش بيسوي ريست للعالم؟ الامريكان مضروبين يا جماعه. واحده من الاشياء الممتعه هنا شوفوا هذا اسد وقط اسطوري. شوفوا كم سعرها 28,500. هذه مرايه مكسوره. شوفوني انا هناك، شوفوني هناك $35,000 يعني تقريبا 120,000 ريال سعودي. مرايه مكسوره. حن الوالده الله يحفظها اذا انكسرت مرايه تقول دبوها الشارع. ثقافات.